ازاي تعلمي ولادك النظافه؟ دي نظافه من الايمان. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. النظافه دي جزء من شخصيه الانسان، طبع يعني، وحاجه بتعودي ولادك عليها. لازم المكان اللي تكونوا عايشين فيه يكون نظيف، الهدوم اللي بتلبسوها تكون نظيفه، الاكل اللي بتاكلوه يكون نظيف. تعلميهم ازاي ريحه شعرهم تبقى نظيفه، ازاي هدومهم تبقى ريحتها حلوه، ازاي باستمرار ينضفوا ضوافرهم ويقصوها، ازاي يغسلوا اسنانهم ومناخيرهم تبقى نظيفه باستمرار. دي حاجات بسيطه وسهله بس بتبين النظيف من اللي مش نظيف. ازاي بقى؟ لازم تعودي ولادك من صغرهم، اول ما يصحوا من النوم اغسلوا وشكم، اغسلوا اسنانكم، رتبوا اوضتكم، رتبوا دواليبكم، بصوا على هدومكم نظيفه ولا لا، لو هدومكم مش نظيفه غيروها، لازم تقعدوا نضاف. كل دي حاجات انت بتعودي ولادك وهم صغيرين عليها. ودايما تبصوا على الهدوم اللي مش نظيفه الملبوسه اللي على الكرسي مركونه او متعلقه ورا الباب على الشماعه. اللي مش نظيف يتحط في سبت الغسيل والنظيف يفضل متعلق عشان نلبسه مره كمان. لازم الحاجات دي كلها تبقى ثوابت في حياتهم ويتعودوا عليها وهم صغيرين. لما هيكبروا هيلاقوا نفسهم لوحدهم دايركت كده بيعملوها، حاجه لا اراديه لانهم اتعودوا عليها وهم صغيرين. كل ده يتعودوا عليه جوه البيت، احنا لسه ما طلعناش بره البيت. والبنت نعودها وقت البيريود المفروض تهتم بنفسها اكتر، تخلي بالها من نفسها وتهتم بنظافتها في الوقت ده بالذات، ونقول لها دي حاجه عاديه وما تتكسفيش، اتصرفي بطبيعتك واهتمي بنظافتك. وتقولي للولد لما يكبر يهتم بنظافته وبشكله وبريحته اكتر واكتر. واهم حاجه والنبي ما تنسيش، عشان انا عندي وسواس منها، الضوافر، دايما ضوافرهم تبقى نظيفه سواء طويله او قصيره. واهم حاجه عوديهم انهم يقعدوا نضاف جدا في البيت، مش الهدوم الحلوه تتلبس في الخروج وبس، لا، الهدوم الحلوه تتلبس بره البيت وجوه البيت، وجوه البيت كمان قبل بره البيت. خلصنا جوه البيت وده الاول، نيجي بره البيت بقى. بره البيت وهم خارجين كده تعوديهم يلمعوا. عارفه يعني ايه يلمعوا؟ يعني ينوروا، ما ينزلوش الا لما ياخدوا دش، يتعودوا صيف وشتاء وهدومهم تبقى نظيفه وريحتهم حلوه والهدوم مكويه. جزمتهم او الكوتشي بتاعهم يكون نظيف وفله، بناطيلهم وتيشيرتاتهم وبلوزات البنات تبقى نظيفه وبتنور، وشعرهم يبقى نظيف ومتسرح مش مليان حشرات. ولو البنت محجبه يكون حجابها جميل ونظيف، مش يكون ريحته مكمكمه. بس اقولك على حاجه، هم لو اتعودوا يبقوا نضاف جوه البيت هيبقوا بره البيت فله. انت لازم تعوديهم على ده وتخليهم ياخدوا بالهم من الحاجات الصغيره دي ويركزوا فيها. النظافه دي اهم حاجه، ركزوا مع اولادكم وعودوهم عليها علشان تبقى جزء من شخصيتهم.